طلبة أولى وتانية ثانوي، سيبكوا بقى من الأحياء خالص وقولوا لي تعرف إيه الفرق ما بين الأهلي والزمالك؟ أنا هقول لك. الزمالك يفضل يلعب وماسك الكورة طول الماتش، وفي الآخر الأهلي هوبا يجيب الجول ويكسب الماتش وياخد البطولة. هتقول لي إيه يا ميس ده وإيه علاقته باللي إحنا فيه؟ هقول لك بس اصبر عليا. أنا هخليك بدل ما تلعب بس ونفسك يتقطع هعلمك ازاي تجيب جول وكمان في الدقيقة بلس 90. وعلشان احنا عارفين ان الامتحانات قربت والوقت ضيق، وعارفين كمان كل الاسئلة اللي بتدور دلوقتي في ذهنك. انا فعلا كنت بلعب طول السنة، هلحق اخلص؟ اقول لك اه. انا كان في اجزاء كتير وقع مني في النص، هلحق المها؟ اقول لك اه. انا عارف المنهج ومذاكره كويس، بس مدرستنا غير اي مدرسة، بتجيب اسئلة غريبة عجيبة. هل انا هقدر اعرف احل الاسئله دي؟ هقول لك اه. كل اللي انا عايزاه منك ان انت تاخد نفس عميق وتركز معايا. عايزه اقول لك ان دي فتره الاكسترا تايم، زي ما بيقولوا كده الوقت بدل الضايع، وفي الفتره دي تقدر تعوض كل حاجه فاتتك. انا دوري اخليك تجيب الجول من اي حته في الملعب، ايا كان خصمك مين وايا كان الاسئله اللي قدامك، هدربك عليها واخليك بريمو فيها. ازاي يعني يا مس؟ أنا هبتدي معاك شرح المنهج من أول وجديد بكل فنياته وتركاته. مش بس كده، ده كمان هربط لك أجزاء المنهج ببعض، وده النظام اللي بيتم اتباعه في معظم المدارس. خليني أقول لك حاجة، هي أصلا الإجابة بتكون موجودة في صميم المنهج، بس أنت ما بتكونش فاهم السؤال ولا متدرب عليه ولا عارف تجاوبه إزاي. أنا بقى هعلمك إزاي تتعامل مع الأسئلة دي، وهيكون معاك كتاب المراجعة النهائية PDF هتطبعه وتذاكر منه. وطبعا انتوا عارفين كتب ميس إيمان بتبقى فيها كل المعلومات وأفكار المنهج، وطبعا التركات الذهبية. مش بس كده، ده أنا كمان بعمل لك كويز ورا كل محاضرة، وبنحل امتحانات شاملة بنلم فيها الأسئلة اللي بتيجي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واللي بيجي منها أسئلة بالنص في امتحان آخر السنة زي ما انتوا متعودين. خليني أطمنك وأقول لك كل حاجة محتاجها معانا سريعا في 4 خطوات. أول خطوة هتطبع كتاب المراجعة النهائية وتقرأ جزئية المحاضرة قبل ما تسمعها. تاني خطوة تسمع محاضرة المراجعة على المنصة بتركيز. تالت خطوة ترجع تذاكر الدرس من كتاب المراجعة كويس. رابع خطوة تطبق في الكويز اللي بينزلك على كل محاضرة، وبكده تضمن درجات الأحياء في جيبك. اتعلم دايما ما يكونش قدامك فرصة تجيب فيها جول وتفوت الفرصة دي، علشان بعد كده ما ترجعش تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. كل اللي عليك اجتهد وسيب الباقي على ربنا ثم عليا، وخلي عندك دايما يقين بان لكل مجتهد نصيب. ما تفوتش الفرصة واحجز مكانك في المنصة مع ملكة التركات ميس إيمان، لان شعارنا انت في امان مع ميس إيمان. اشترك دلوقتي معانا من خلال رقم التليجرام اللي ظاهر قدامك على الشاشة. دمتم سالمين وموفقين واقرب الى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.